سلام الغزالات ديالي، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم بعض التحضيرات المسبقه اللي كنديرها لرمضان. هنا غنحضر معكم صلصه ديال الطماطم ومايس، ونحضر معكم كذلك واحد الشرموله اللي كنستعملها في معظم هذا الطياب ديالي. هنا اول حاجه غنبدا معكم البنات هي الشرموله غادي نديرها. هنايا كتشوفوا جبت ربطه ديال القزبر وربطه ديال المعدنوس. في هذه الشرموله هذه البنات الا كنتو كتبغيو يكون المذاق ديال القزبر غالب كتروه، اولا المذاق ديال المعدنوس غالب كتروه. بالنسبه لي انايا هنايا درت ربطه كيف ما كتشوفوا البنات، غسلته خليته حتى تسقطر، جبت واحد المنديل استفته ودرته من التحت وستفت فوق منه القزبر ديالي والربيع، وغندير منديل اخر من الفوق وغادي نخليه يبات ليله كامله البنات حتى ينشف ليا تماما. خص ما تكون فيه حتى نقطه ديال الماء. هذا هو السر باش يكون تنجح معكم هاد الشرموله وتجلس مده طويله. حاولوا انكم تفرقوا الربيع باش ما يجيش مزاحم، باش هكا ياخذ وقته في النشوفيه وينشف مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا غنحاول نغطيه ثاني بمنديل اخر من الفوق باش هكا يصبح ليا ناشف تماما، وعاد غادي ندوزو باش نقردوه. البنات كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما نشف ليا الربيع غادي نجيب نقردو في هكا بالموس. كيف ما غتشوفوا معايا غادي نقطعوه الاول قطع صغيره باش في الهشوار يسهل عليا الطحين ديالو، وغادي كيجيني ورقه ورقه. ملي كيكون ناشف البنات راه كيجي حبه حبه وكيجي زوين وما كيتميش. الربيع شنو كيخسروا هو داك الماء. الا كان فيه الماء كيجي من بعد كيولي يخسر لكم، كيكحل وما كيبقاش طري. بهذه الطريقه هذه كيبقى لكم طري حتى لمده اسبوع حتى لجوج الاسابيع، بحكم ان دابا راكم عارفين رمضان على الابواب. كتبغي توجدي هكا مملحات، تبغي الحوت، تبغي بزاف د الحوايج. غنشارك معكم جوج طرق. قريعه غنديروها بشرموله خاصه بهادشي ديال الحوت، وهادشي ديال مثلا بسطيله الحوت او اي حاجه خاصه فيها تشرميل شي حاجه مشرمله، غادي نستعملوا فيها هاد القريعه. والقريعه الاخرى غادي نخليوها غير للطياب، مثلا بحال اللحم، بحال الطواجن، بحال حاجه اللي هي كنستعملوها بشكل يومي اللي فيها الربيع والثومه. ها نتوما غتشوفوا معايا البنات غادي ندوز نطحن داك الربيع ديالي كامل في الهشوار. حاولوا انكم ترققوه باش هكا يجيكم زوين ما يبقاش مفرفش. صافي غنستمر البنات بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله ديال الربيع اللي عندي. كيف ما كتشوفوا معايا خصو يجي بهذه الطريقه، ونتلاقاو من بعد باش نوريكم شنو غنديروا باقي لهذا الربيع. هانتوما الغزالات ديالي بعد ما كملت داك الربيع كامل كيف ما كتشوفوا معايا غادي نجيب القريعات ديالي المعتمدين عندي. صراحه هاد القريعات طلعوا غزالين البنات، ولا غلى على مسكين 5 دراهم وكيكونوا محكمه الاغلاق صراحه فنين. كنصحكم انكم تاخذوهم. غادي نبداو البنات باول حاجه، غادي نبداو بالقرعه اللي غادي نديروا فيها شرموله. غنحتاجوا الهريسه، ورق الغار اوراق سيدنا موسى، شويه الملحه، شويه الزعتر، وثلاثه الفصوص ديال الثومه. غادي نبداو اول حاجه بالنسبه لهاد القرعه البنات راه كيكونوا ديجا معقمين ممسوحين ما فيهم ولو قطره ديال الماء، باش هكا نضمنوا ان الربيع ديالنا يبقى لينا طري وفي نفس الوقت ما يكحلش. غادي نجيب هاد العباره ديالي الصغيره مسكينه نافعاني. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نهز بها الربيع. غادي نديرو غير نصف ديال القرعه فقط، ما غاديش نعمروا القرعه حتى الفم. حتى غادي نديرو المكونات الاخرى، عاد غادي نزيدو باقي ديال الربيع. غادي نجيب ورق الغار اولا الرند ولا كل واحد شنو كيقول له، المهم ورق سيدنا موسى. غادي نحاول انني نستف، غادي ندير غير 4 الوريقات هكا، غادي نستفهم بالجناب ديال القريعه كيف ما تشوفوا معايا. غادي ندير معلقه ديال السودانيه مطحونه. الا عندكم البنات مزيودات حتى هما زيدوهم، غير هكا باش كتضمنوا على ان القريعه ديالكم تبقى باينه بلي هاد القريعه راها ديال الحاجه اللي هي مشرمله، والقرعه الاخرى راها فيها غير الربيع والثومه. هنا غنضيف معلقه صغيره ديال الملحه، غنضيف كذلك معلقه ديال الزعتر هكا ما مطحونش، غنخليه هكا منقي، وغندير معلقه صغيره. وبالنسبه للثومه البنات غادي ندير 3 الفصوص ديال الثومه. بالنسبه لهاد القريعه انا البنات راه كنستعملها، راه ما كتجلش ليا حتى سيمانه لانني كنخدم بها بزاف. بالنسبه الا بغيتوها تضرب لكم مده طويله مثلا 15 يوم يمكن لكم ما تحكوهاش، تقسموها على زوج وترميوها في القرعه هكا كتبقى لكم مده 15 يوم، وفي نفس الوقت ما كتجيكمش الثومه غالبه. بالنسبه لي انا البنات هنايا درت غير 3 الفصوص ديال الثومه، حكيتها باش تعطيني الريحه مجهده فيها. يعني كيف ما قلت لكم هاد العمليه اولا هاد القضيه كنديرها بزاف ملي كيكون عندي هادشي ديال الحشوات ولا هادشي اللي غادي نخدم به، كتسهل عليا البنات القضيه. وهانتوما غادي تشوفوا ان شاء الله ملي نبارطاجي معكم بعض الفيديوهات ديال التحضيرات ديال رمضان كتسهل عليكم الخدمه هكا في بزاف ديال الحوايج.
ما كتبقاوش عاد تبغيو تخدموا، عاد خصك طحني الربيع بوحدو، جيبي الطوماط حكيها فينا هي هادي. هنا ملي كديروا هاد الشرموله البنات بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الحوت اولا هذا، كتزيدوا غير شويه ديال الفلفل الاحمر وشويه ديال الكمون، وهانتوما كتشرملوا الحوت ديالكم بطريقه اللي هي سهله ودغيا هكا باش ما كتضيعوش الوقت. صافي البنات كنحرك هاد بعلقه صغيره هادوك التوابل اللي ضفت، ودابا غادي نزيد الربيع. بالنسبه للربيع غادي نزيدو حتى تعمر ليا القرعه. هنا كنعتذر البنات على التصوير، كيصحاب ليا واش كنصور ساعه كانت الكاميرا بعيده على القرعه، ولكن راه كنظن ان الفكره واضحه. صافي غادي نعمر القرعه ديالي البنات بهذه الطريقه حتى نقببها كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا. وعاد غادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت البنات راني دفيتها شويه، يمكن لكم ديروا زيت الزيتون، انا غادي ندير غير زيت المائده. هنا راني دفيتها شويه ما تكونش البنات بارده، دفيوها صافي. وغادي نكبها كامله هنايا كيف ما كتشوفوا معايا حتى نغطي هذاك الربيع كامل ديال القريعه ديالي. صافي البنات وغادي نسدو عليها وغادي نحتفظوا بها على جنب، وندوزو باش نحضر معكم سميتو نحضر معكم القريعه الاخرى اللي غادي نخليوها غير الطواجن واللحم والطياب. بالنسبه للشرموله الثانيه البنات نفس الطريقه، غير هذه ما غاديش نضيف ليها النكهات، غادي نخليها اولا المنسمات غنخليها طبيعيه. غنضيف نصف كميه ديال القزبر ومعدنوس، غادي نحك تقريبا 3 الفصوص ديال الثوم صافي، وغادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت البنات هنا غادي ندير الملحه. غير البنات واحد الملاحظه، بالنسبه لهاد الشرموله راه كنكونوا ديجا دايرين فيهم العرض هكا الملحه ولا الثومه وداكشي، يعني ما تحتاجوا ملي تبغوا تنصبوا حاولوا انكم تنقصوا الملحه لان ديجا كنكونوا دايرين الملح. هنا البنات غادي ندير غير الثومه فقط مع داك الربيع، غنحك 3 الفصوص ديال الثومه، وغادي نضيف ثاني كميه الاخرى ديال الربيع اللي بقات ليا. غادي نكب زويته دافيه وغنسد القرعه ديالي، وها هما شرمولات واجدين عندي. هاد القضيه هذه البنات كيف ما قلت لكم بالنسبه للناس اللي خدامين اولا بلا الناس اللي خدامين راه تسهيلا للحياه عرفتوا الحاجه ملي كتكون عندكم سهله واجده ما كتعجزكمش على انكم توجدوا شي شهيوه هكا دغيا خفان زربان كتنوضوا تقضيو الغرض ديالكم. ما تبقاوش ديما معكزانين على الربيع بلاتي ندك هذه بوحديتها نحك هذه بوحديتها. هكا البنات كتسهلوا عليكم المأموريه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحرك هذيك الثومه مع داك الربيع، وغادي نضيف كميه ديال الربيع ثاني من الفوق ونغطي بزويته. وها القريعه ديالنا بزوج واجدين معايا، وغادي ندوزو باش نحضروا البنات هذا ندوزو نحضروا باش نحضروا مايس ونحضروا كذلك حتى الصلصه ديال الطماطم. هذا الفيديو البنات كنعتذر غيجيكم شويه طويل، ولكني راه فيه بزاف ديال الافاده هكا باش تسهلوا عليكم المأموريه وتسهلوا عليكم حتى هكا تقتصدوا حتى في الوقت كذلك، باش ان شاء الله في رمضان يبقى لكم الوقت الكافي انكم هكا العباده وبزاف ديال الحوايج اللي ما نبقاوش واقفين دايما غير في الكوزينه. دابا هاد الحوايج هادو كتوقفي نهار وكترتاحي من الوقيف في سير الايام ديما. صافي كيف ما كتشوفوا معايا البنات هنايا غادي نغطيها بالزيت صافي، وغادي نحتفظ بالقريعه ديالي. هنا البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشرموله اللي حضرت معكم. هنا درت مزيودات ديال الهريسه باش كتبان لي القريعه بلا ان هذه ديال شي حاجه مشرمله كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا كيبان ثاني هذاك الورق ديال الغار اولا الرند اولا ورق سيدنا موسى هكا باش ملي كنبغي نطيب كتبان لي كل قريعه شنو فيها. وبالنسبه للقريعه الثانيه عاديه فيها غير الثومه والربيع وزويته. صافي البنات غادي نحتفظ بهم في الثلاجه، وقت اللي بغيتهم غادي نجبدهم وندوزو باش نحضروا البنات مايس. بالنسبه للمايس هنا عندي 5 دراهم ديال الذره كيف ما كتشوفوا معايا، ديك اللي كنديروا بها البوب كورن. غادي نغسلها البنات مزيان بالماء بارد ياكو، وغادي نضيف لها ساشيه ديال خماره حمراء. غادي نخليها ترتاح ليله كامله ما نقيسها ما والو. غادي نكب لها ديك الساشيه ديال الفاني كيف عفوا ديال الخميره ديال الحلويات كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نحركها بمعلقه باش تنسجم ليا ديك الخميره مع هذيك الذره صافي. وغادي نغطيها ونخليها تبات ليله كامله. غدا في الصباح ونتلاقاو باش نوريكم شنو غادي نديروا بهاد الذره هذه البنات. في الصباح دما ديك المايس كيف ما كتشوفوا معايا غسلتها مزيان من ديك الساشي ديال الخماره وصفيتها. وهنا غادي نجيب واحد الكوكوط
اللي غتكون غارقه شويه. غادي نكبها فيها وغادي نضيف ليها الماء غليان كيف ما كتشوفوا راه سخون، وغادي نعمر الكوكوت باش هكا دغيا دير ليا. هنا ضفت معلقه ديال الملحه. البنات بالنسبه للملحه كنصحكم انكم ما ديروهاش في الاول لانها كتعطلها في الطياب. انا هنا راه استغرقت ليا ساعتين ديال الطياب. بالنسبه للملحه حاولوا ما ديروهاش في البدايه، خليوها حتى طيب. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما زدتها الطياب راه خصها غير ساعه، ولكن استغرقت ليا الطياب ساعتين. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للذره كطيب زبده بحال اللي كنشريوها البنات من على برا هكا. 5 دراهم راه عطاتني تقريبا 2 قرعات صغار وقرعه كبيره. هنا البنات ما كنصفيوها ما والو، كنخليوها غير تبرد شويه باش الزاج ديالنا ما يتهرش لينا. القريعات كيف ما كتشوفوا دائما معقمين ونقيين ناشفين ما فيهم حتى نقطه ديال الماء. بالنسبه لهاد القريعات انا في الاول كنت خديت غير زوج، جربتهم منين عجبوني زدت منهم واحد الكميه لان كيف ما قلت لكم بغيت نصاوب صلصه ديال الطماطم. هنا البنات كنجيب هذاك الماء اللي طابت فيه المايس كنفرغوا فيه، يعني ما كنصفيه ما والو. هذاك الماء فاش طابت هو فاش كنعمر دوك القراعي كذلك. وهاد المرحله هذه كتكون مايس ديالنا واجد طبيعي بدون مواد حافظه. والحاجه اللي صاوبتيها في الدار البنات ماشي هي اللي كتشري. دابا حاليا راه كتشري الحكيك ب 8 دراهم اولا حتى 9 دراهم، وكاين هكا تصاوبوه 5 دراهم ديال الذره كتعطيك شلا وشلالي والخيل تشالي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا الحاجه اللي كتصاوب في الدار صراحه ماشي هي اللي كتشرى في الزنقه، وكتكوني عارفه راسك اشنو درتي وكتعطيك كميه كبيره. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا المرحله الثانيه بالنسبه لهاد القريعات اللي بغيتو يضربوا لكم مده طويله حتى 6 شهور غادي ديروهم غدوزوا المرحله الثانيه ديال تعقيم القراعي، وهما فيهم داك فيهم الذره. غتسدوهم مزيان وغادي تجيبوا واحد الزيف ديال حياتي اولا شي منديل يكون نقي كتغلفوهم البنات من على برا، كتعمروا ثاني الكوكوت وكتحطوا فيهم وتنصوهم بالماء وكديروهم في 45 دقيقه تصفر عليهم الكوكوت صافي وخي يجلسوا لكم حتى عام. هاد الذره ديالي واجده كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندوز معكم البنات نحضروا صلصه ديال الطماطم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للمطيشه عندي كيلو ونص ديال المطيشه حمراء. يستحسن تاخذوا مطيشه اللي كتكون حمراء وهكا الطويله هذه كتكون بنينه، ولا بغيتوا ديروا حتى هذيك السوريز راه حتى هي ممكن. هنا عندي بصله صغيره، يستحسن ديروا بصله بيضاء، انا ما عنديش، عندي غير هاد الحمراء. هنا درت 3 الفصوص ديال الثومه. البنات بالنسبه اللي ما كيبغيش الثومه يطحنها مع مطيشه يمكن لكم ديروها في هذا العويد هذا ولا كيردون ولا اللي بغيتو كيف ما كتشوفوا معايا باش كتبقى باينه. الوقت اللي طابتو تلقات النكهه ديالها كتحيدوا داك العويد وما كطحنوهاش معاها. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الثومه مجهده مع هاد الصلصه بالنسبه لي انا غير وريتكم الطريقه فقط، ما انا غادي نخليها فيها. هنا جبت الفلفله حمراء تقريبا شي نص كيلو ولا ربعه ولا ما عقلت. المهم فلفله حمراء زولت لها هادوك القلب ديالها والزريعه صافي وغادي نضيفها حتى هي مع مطيشه. هنا بالنسبه للمطيشه البنات كنحيدوا لها ديك الطريبيشه الفوقانيه اولا ديك النباته، كنقسموا مطيشه على زوج ولا على 4 ولا اللي بغيتو. بالنسبه لي البنات غادي نقسمها على زوج ولا على 4 كيف ما حب الخاطر، وما غادي نزول لها لا ما لا زريعه لا والو، غادي نخليها بالماء ديالها. هنا البنات هاد الصلصه كل واحد وكيفاش كيدير ليها، انا غادي نخدمها لكم معكم بالطريقه اللي كيخدموا بها الاغلبيه ديال الناس، وهذه طريقه ايطاليه كنت شفتها عند الشيف العروبي، تحيه ليه من هذا المنبر. صراحه طريقه دارها ايطاليه كيديروها الطليانيين بزاف وصراحه عجبتني. غير هو زاد فيها الحبق، بالنسبه لي انا الحبق ما عنديش ما ضفتوش، اما هي الصراحه كتجيب بالحبق غزاله البنات، وانا من الحبق طري ما عنديش صراحه. المهم البنات هنا غادي نكمل معكم. غنحيد لي هاد الطريبيشه هذه ديال المطيشه وغادي نقطعها على 4 وغادي نحطها في الكوكوت كيف ما قلت لكم كل واحد والطريقه ديالو. انا صراحه هذا العام قلت نجرب هذه الطريقه هذه، العام اللي فات ما درتش هذه الطريقه، درت طريقه اخرى. صراحه كنظن ما عرفتش واش شاركتها معكم ولا لا والله ما عقلت. المهم غادي نستمر بهذه الطريقه البنات حتى نكمل الكميه ديال المطيشه كامله اللي عندي وهانتوما معايا. هانتوما البنات بعد ما كملت هذيك مطيشه غادي نزيد دابا الفلفله حتى هي غنقطعها بشكل طولي كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نحاول انني نقطع كذلك حتى البصله. نورمالمون خصني البنات نقطع البصله هي الاولى فوق من المطيشه عاد ندير الفلفله، ولكني معليش بحال كلشي غادي يتخلط كلشي غادي يتطحن كلشي غادي يعني غادي تطحن دقه واحده
ما كاينلاش. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه البنات كيف ما غتشوفوا معايا حتى نكمل هذيك البصيله كامله. وغادي ندوز ندير الثومه. وكيف ما كتشوفوا معايا البنات بالنسبه لداك العويد انا حيدته لان الثومه غادي نطحنها مع مطيشه. كنديروا معلقه ديال الملحه صغيره ومعلقه ديال ورق الرند اولا ورقه سيدنا موسى فقط. ما كنضيف لا ما لا زيت لا والو في هذه الاثناء البنات. ما كندير حتى شي منسم من غير ديك ورق سيدنا موسى. غادي نخليها طيب البنات وغادي تطلق الماء ديالها كيف ما كتشوفوا معايا على عافيه متوسطه مع التحراك باش ما تلصقش لكم مطيشه. هنا كيف ما كتشوفوا مطيشه راه طلقات الماء ما زدت لا ماء لا والو. كاين اللي كيضيف نص كاس ديال الماء الا كانت مطيشه ناشفه. بالنسبه لهاد المطيشه تبارك الله ميها وزوينه طلقات الماء راسها. غنستمر بهاد الطريقه تطيب ليا مطيشه ونتلاقاو من بعد. هانتوما كتشوفوا معايا البنات البصله راه كتقلبوها كتشوفوا راه طابت. الفلفله وكذلك هي طلقات الماء ديالها كتخليوها غير تتبرد وديك الساعه تبداو تطحنوها. بالنسبه ليا البنات انا غادي نطحنها في الهشوار. هاد الهشوار تبارك الله وصلت عندي وليت كتهنيني من كل شيء. بالنسبه للناس اللي بغاو يطحنوها هكا بالطحانه الكهربائيه ولا هذا اللي بغيتو. بالنسبه للثومه هاني كنوريكم راه تبارك الله حتى هي طابت دغيا. صافي البنات غادي نطحن هنايا في هكا دغيا نطحن لان عندي ديال الزاج واخا سخون باقا سخونه شويه ماشي مشكل. حاولوا ما تطحنوش غير في مولينيكس اللي تكون عندكم ديال البلاستيك غادي تخسر لكم الكاس ويولي يسيل. حاولوا تطحنوا في هكا شي حاجه اللي هي تكون ديال الزاج اولا خليوها تتبرد تماما عاد طحنوها. بالنسبه لي انا البنات ما غادي نطحنها بالماء ديالها عاد غادي نصفيها. كاين اللي كيصفيها عاد كيطحنها انا لا غادي نطحنها بالماء ديالها. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما كتشوفوا البنات الحموريه تبارك الله ما شاء الله كتجي غزاله احسن بكثير من ديك اللي كناخذوا من على برا. خصوصا داك لي صوص ديال هكا ديك ولا صويا صوص ولا كل واحد شنو كيبغي ياخذ. غادي نفرغها البنات هنا في واحد الكاسرونه اخرى تنكمل الكميه كامله اللي عندي عاد غادي نصفيها. هنا غادي ناخذ الكوكوط وغادي نبدا نصفي بها لان خص تكون شي حاجه غارقه باش ما توسخش ليا حوايجي لان ملي كتكونوا كتصفيوها كتبدا طير. كيف ما كتشوفوا معايا البنات غادي نحاول انني نصفيها مزيان من هذوك الشوائب. كتبقى غير هذوك القشور ديال الفلفله الصغيورين وديك الزريعه ديال المطيشه هانتوما كتشوفوا معايا. هاد الشوائب كنرميوهم على برا وكنحتفظوا بالصلصه طريه فقط. غادي نكمل بهذه الطريقه ونتلاقاو من بعد نقول لكم الاضافات اللي غنضيفوا للصلصه ديالنا. بعد ما صفيت البنات الصلصه ديالي كيف ما كتشوفوا معايا شوفوا واحد لابرينيونس كتكون في الطوماط ديالي غزاله. حنا غنجيب واحد الكاس خاوي غادي نجيب 2 معالق اولا 3 ديال المعالق كبار كيف ما كتشوفوا معايا من هاد الصلصه هذه. وغادي نضيف ليها هنايا البنات معلقه صغيره ديال المايزينا اولا دقيق الذره كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيف ديك المعلقه صغيره مقببه وغادي نخلطها فيها. كاين اللي كيخلط البنات المايزينا في الماء. بالنسبه لي انا ما درت فيها حتى شي قطره ديال الماء لا في البدايه ديال الطياب ديالها ولا في الوسط. حتى دابا غادي نكمل بهذه الطريقه. غادي نخلط المايزينا غير في مطيشه اللي طابت ديجا. وغادي نحتفظ بهذا الكويس على جنب حتى نضيف بعض الاضافات او بعض المنسمات للصلصه ديالي. عاد غادي نضيفها في 5 دقائق الاخيره. شنو هو الدور ديال هذا النشا هو انه كيحافظ لنا على الصلصه انها باش ما تخسرش وفي نفس الوقت كيعطيها واحد الخطوره اللي هي زوينه يعني طبيعيه احسن من المواد اللي كتكون هكا مصنعه. وكيف ما قلت لكم البنات كنعاود نقول حاجه اللي كتكون مصاوبه في الدار راه ماشي بحال اللي كنكونوا كنشريوها على برا. غير حنا الله يهدينا كنحاولوا اننا نشريو داكشي على برا باش باش هكا الوقوف ما نوقفوش. ولكن دابا مع هاد الازمه ديال الغلا وهذا ارتفاع الاسعار قد ما صاوبنا الحاجه في الدار قد ما رخص كتبقى مرخيصه وفي نفس الوقت كتعطينا كميه كبيره. وباركم الهضره. واجي نوريكم نقول لكم ثاني شنو ضفت هنايا. درت معلقه ديال صغيره ديال البزار درت مع 4 معالق ديال الهريسه اولا السودانيه عفوا ومعلقه كبيره مقببه ديال الفلفل الاحمر اولا التحميره. هنا غادي نضيف معلقه صغيره ديال بودره ديال الثوم واخا ديجا درنا الثوم طري حتى هذا كيعطيها نكهه زوينه. يمكن لكم تضيفوا البنات معلقه صغيره ديال البودره ديال البصل الا عندكم. انا ما عنديش ما درتهاش. هنا غادي نضيف ربع معلقه ديال الملحه لان ديجا طابت لينا في الملحه. البنات هنايا الا كنت دقتوا المطيشه ديالكم لقيتوها شويه حامضه غادي تهرسوا ديك الحموضه بشويه ديال السكر. انا غادي ندير هنايا نص معلقه اولا ربع معلقه كيف ما كتشوفوا معايا ديال سنيده هكا غير باش كتعطيني داك المذاق مهرس ما بين الملوحه وما بين الحموضه. كتكون شويه المذاق يكون شويه بنين باش ما كتجينيش ديك الحموضه بزاف في مطيشه.
اما الا لقيتو مطيشه ديالكم حلوه فيمكن لكم تستغناو على ديك المعلقه ديال السكر. غنجيب هنايا شويه ديال الزعتر، غادي نحكو بين يديا وغنخليه انا هكا طري. تعمدت انني ندير هكا طري، ما نديروش مطحون، باش هكا كيبقاو ليا دوك الحبيبات ديال الزعتر باينه، بحال كيف ما كناخذوا من هذيك القرعه الصغيره ديال الزاج اللي كناخذوها من السما بالزعتر. انا خليت هذاك الزعتر هكا طري. غنحركوا البنات هاد المكونات كامله اللي ضفنا. في هذا الاثناء يمكن لكم تضيفوا زيت الزيتون. بالنسبه لي انا ما غادي نضيف الزيت دابا، حتى نبغي نستعمل الصلصه ديالي عاد ندير زيت الزيتون من الفوق. غادي نستمر بهذه الطريقه البنات حتى نخلط المكونات كامله اللي عندي، وغادي نديروها طيب تطربخ مزيان 5 دقائق الاولى كيف ما كتشوفوا معايا. نخليوها تطبخ مزيان. واخا اختي الدخاخن ما عرفتش كي ندير باش نصور لكم هاد اللقطه، الدخان ما خلانيش اولا البخار ديال المطيشه ما خلانيش نصور لكم. المهم هذيك ملي دازت 5 دقائق الاولى البنات شفنا مطيشه كتطربخ مزيان، عاد كنضيف هذاك نص كاس ديال المطيشه مع ديك الميزينه اللي خلطت قدامكم. صافي كنفرغو في الكوكوت وكنخليه يزيد طيب واحد 5 دقائق واحده اخرى حتى كتعقد تماما وتبرد، عاد نفرغوها في القراعي. حبوباتي دابا من بردت ليا ديك الصلصه ديالي غنجيب القريعات ديالي المعتمدين عندي كيف ما كتشوفوا. صراحه صدقوا غزالين، كنصحكم البنات خصوصا البنات اللي كاينين هنايا حدايا، يمكن لكم انكم تمشيو تاخذوهم لانهم كيطيروا ما كيبقاوش. هنا البنات الصلصه ديالي بعد ما بردات غادي نجيب نعمر القريعات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحاول نعمرهم كاملين. وبالنسبه للتعقيم او المرحله الثانيه ديال التعقيم باش تبقى معكم هاد الصلصه مده طويله كيف ما قلت لكم من شهر حتى ل6 اشهر، نفس الطريقه ديال المايس. غادي تشدوا القرعه تعمروهم وتسدوهم مزيان، وغادي ديروا ما بين القرعه والقرعه شي منديل هكا باش ما يتهرسوش لكم منين يكونوا كيطيبوا. وغتعمروا الكوكوت حتى الفوق يعني حتى الغطايه تتغطى الغطايه ديال القرعه بالماء، وغادي تخليهم واحد 45 دقيقه. من بعد منين تخرجوهم قلبوا القراعي كلهم اللي عقمتوا ولا اللي علبتوا قلبوهم على وجههم، خليهم ليله كامله وغد ليه عاد بداو تستعملوهم. والبنات لا حليتوا شي وحده واستعملتوها من بعد ما تكونوا درتوا هذه العمليه ديال التعقيم او ديال التصبير عفوا، منين تحلوا القرعه استعملوها مباشره لانها طابت على 2 مرات لانكم ديجا طايبه في الاول وعاودتوا عقمتوها او صبرتوها المره الثانيه مباشره. استعملوها كامله. بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الصلصه ديال سواء البيتزا سواء الحشوات سواء المعجنات سواء لي باط، يمكن لكم تحتفظوا بها في الثلاجه غير لتحت ما كيوقع لها حتى شي حاجه لان مطيشه طايبه كلشي طايب. بالنسبه لهاد القضيه ديال القراعي البنات الا سديتوهم وبومبيتو بصبعكم الفوق ولقيتو القراعي كيتبومباو دونك راهم داخل ليهم البرد راه ما مسدودينش مزيان. اما الا وركتو عليهم من الفوق ولقيتوهم يعني ما كيتبومباو ما والو دونك راه العمليه ناجحه سواء في عمليه التصبير او لا قبل. كنتمنى البنات الفيديو نال الاعجاب ديالكم ونكون عن حسن الظن ديالكم، واخا الفيديو جا شويه طويل ولكني هكا البنات باش تستافدوا اكثر. وكيف ما قلت لكم الحاجه اللي كتصاوبوها في الدار ماشي اللي كتصاوب في الزنقه. ونتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو البنات حاولوا تشجعوني بتعليقاتكم المحفزه وباللايكات كذلك، وندوزو مع الشكل النهائي ديال الصلصه ديال الطماطم اللي حضرت معكم. وها نتوما البنات ها الصلصه ديالي كيفاش صبحات وكيفاش وجدات. صراحه كيجي الشكل ديالها غزال وحمراء وعاطيه العين وبنينه احسن من ديال الزنقه. بالنسبه للصلصه ها هي احتفظت بها في الثلاجه هي وشرموله. نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. دمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.